بقالنا كتير قوي متغيبين عن الساحة. متأخر عليكم في الفيديوهات حتى على السوشيال ميديا والانستجرام والفيسبوك والحاجات دي كلها، مش بنزل فيديوهات بسبب بعض الظروف الخاصة عندي. بس رجعنا من تاني ويا رب ما ننقطعش. بس قبل ما نبدأ أي حاجة في فيديو النهاردة، يا ريت ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا يثبتهم ويرفع عنهم البلاء وينصرهم على اللي هم فيه يا رب. وانت من مكانك تقدر تساعدهم بالدعاء، وان انت ترجع لربنا، وان انت تقاطع منتجات الكيان اللي ما يتسموش. ويا رب يا رب ما نبقاش من المتخاذلين، لان ربنا بيمتحننا في حاجات تافهه جدا، حاجات صغيره جدا. فتخيل تفشل في الامتحان ده، تبقى حاجه وحشه جدا. فيديو النهارده هيبقى عن العناكب كالمعتاد. ولان حصل عندي حاجه في الفتره الاخيره، لو انت بتابعني على باقي السوشيال ميديا هتعرف ان البنوته بتاعتي بلغت. عشان دماغك ما تروحش بعيد، البنوته بتاعتي اللي هي عنكبوت السان تايجر ترانشولا، تسمى بويز ارمينيا. طبعا الولد اصلا كان بلغ قبلها، ولكن الحمد لله الاتنين دلوقتي ادلت ومفروض اننا نجوزهم. ولكن في مشكله واحده بس، ان ملهاش انكلوجر. هتقول لي ادهم، طب ما هي في الانكلوجر بتاعها اهو ما اتجوز. اقول لك الموضوع مش بالسهوله دي، الانكلوجر ده صغير قوي، فالموضوع هيبقى صعب، وانا جربته بصراحه وكنت هتعض اكتر من مره. فالموضوع لا يستحق المخاطره بصراحه، عشان ده الولد الوحيد اللي حيلتي، ولو اتاكل يعني هتزنق شويه. فجه في دماغي فكره كده ان شاء الله هنفذها معاكم النهارده، وهو ده المفروض يبقى الفيديو. بص يا سيدي، الانكلوجر ده بتاع البويسيليثيريا ريجاليس، وهو الانديان اورنامنتال. طبعا هي موجوده جوه هنا. فده ولد، فهو مش مهم قوي ان هو يعيش في الانكلوجر الجامد ده. فالمفروض هاخده وانقله في اي علبه تانية، وهجيب النتايه دي اعمل لها الانكلوجر ده. الكلام سهل قوي، ولكن غالبا الفيديو ده هيكون مليء بالاكشن. قبل اي حاجه انا عاوز اوريك اللي حصل دلوقتي. انا اتفاجئت اصلا، كنت نازل اصور وكنتش عامل حسابي خالص. لقيت البنوته اللي انا مستنيها تعمل مولت عملت مولت اخيره، الريد اند وايت ترانشولا ناندو كروماتوس. بص، احنا هنحاول ننقلها بالراحه عشان نسحب المولت منها. طبعا اللي تحت ده فطريات مش عفن، ملهاش ضرر على العناكب، ولكن برضو بيكون شكلها وحش جدا في الانكلوجر. بصوا الوانها ظهرت تاني وبقى شكلها جميل ازاي، اللون الاحمر مع الابيض مع الاسود تحفه. بس طبعا انا ببقى لسه هغير التربه دي واظبط لها الانكلوجر من تاني، ولكن احنا محتاجين ده دلوقتي عشان نكشف عليه. ويلا بينا، حاجه مفاجاه كناش عاملين حسابها النهارده، وانا اعمل المولت ده. لو ما كنتش تعرف قبل كده، فاحنا بنعرف جنس العنكبوت ان هو ولد ولا بنت من المولت بتاعه، ودي احسن طريقه تعرف منها العنكبوت ولد ولا بنت. بنفتح المولت كده وبنبدا نفتح منطقه الابدومن دي. هقرب لكم الصوره عشان تشوفوا اللي انا شايفه اكتر. الموضوع بكل بساطه هتجيب دبوسين او اي حاجه صغيره وتبدا تفتح الابدومن من هنا بالراحه. هتبقى مفاجاه لو لقيت العنكبوته بقت ادلت. بصوا شايفين السبرماتيكا؟ لا اظن مش باينه في الفيديو خالص. اظن كده الصوره بقت اوضح، وعاوز اوريكم الفلاب. شايفين هنا في حته جلده زياده اسمه فلاب. ثواني اهو زي ما انتم شايفين. لو رفعنا الفلاب هنا ففي زي شوكتين، مش عارف باينه في الفيديو ولا لا. الشوكتين دول هما السبرماتيكا. دي كده حاجه جامده قوي. كده البنوته بتاعتنا المفروض انها تكون ادلت. وبكده هيبقى في بنوته كمان عندي بلغت، ولكن الولد لسه ما بلغش. فالموضوع لسه هياخد مننا شويه وقت عشان نعمل جوازه تانية. عشان الناس المستغربه ممكن تقولي ان هي لسه ما بلغتش. شايفين حجم المولت اصلا قد ايه؟ العنكبوت مش صغير خالص، العنكبوت كبير. المهم ان فيديو النهارده هيبقى عن الانكلوجر ده، فيلا بينا نشوف شغلنا. اصعب مهمه في الموضوع ده هو ان احنا نطلع العنكبوت من جوه. واحنا هنقول بسم الله، نفتح ويلا بينا. اول حاجه نشيل الديكور بالراحه، تمام، من غير ما نزعجه. نشيل ده واحده واحده، طبعا كل ده هيبهدلنا بعدين. ونجيب الكاتش كاب عشان ناخد الترانشولا فيها. الموضوع رخم قوي لانه بيدخل في اماكن
غريبة شوية، حاشر نفسه ورا الباك جراوند بطريقة وحشة قوي. العنكبوت بيهاجم جوه وبيعض وحاجة زي الزفت، ولو طلع على ايه انا هيطلع عيني. فكرة ان النوع ده يا جماعة سام جدا. احنا هنشيل الشجر ده الأول، تمام، هنشيل كل حاجة في الديكور ونبدأ نزيح الكوكوبيت بره، بحيث ان هو ميتبقالوش حاجة يستخبى فيها. دلوقتي المفروض انه يطلع بقى، اطلع يا اوف، شفتوه؟ اطلع تاني. شايفين يا جماعه عامل ازاي؟ يا جماعه عنكبوت البويسيلوثيريا ريجاليس او الانديان اورنامنتال من الانواع السامه جدا والشجريه والاولد وورلد، وهي العالم القديم. انا يا انت النهارده بقى، يلا بسم الله طلعه. اهم حاجه انا عايزه يدخل جوه الكاتش كاب مش اكتر. واو، خش الكاتش كاب، جميل قوي، وقفلنا الكاتش كاب. دلوقتي العنكبوت معانا جوه هنا، مع بجد عملاق وشكله تحفة. بص الجمال كده، خلينا في الكاتش كاب، يبقى نظبط ده خلاص. دلوقتي هتيجي مرحلة نقل البنت للانكلوجر الجديد بتاعها. زي ما نقلنا البويسيلوثيريا هننقل السان تايجر. الموضوع هيبقى رخم في السان تايجر لأنها بتهاجم كتير قوي وسريعة جدا، بسم الله. واو، بصوا الجمال. طبعا ما لحقتش اصورها. شايفين تحفه يا جماعه، بجد شكلها جامد قوي في الانكلوجر ده. بصوا الوانها عامله ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه شراسه ما اقولكش. شايفين الانياب بتلعب ازاي؟ عملنا كده تبدا تهاجم على طول. من الانواع الشرسه جدا، ولكن جمال تحفه. سبحان الله بجد اللي خلق الجمال ده كله. دلوقتي بقى هنقفل الانكلوجر، نقفل الباب اللي فوق الاول، بعدين الباب ده، ونرجعها مكانها. بما ان الولد كمان علبته ضيقه جدا، فخلينا ننقله في علبه اكبر شويه، وهي علبه البنوته، بحيث ان هو يقدر يعمل السبيرم ويب براحته جدا، يعني من غير اي مشاكل. اوبا، اوعى وشك، خش بالراحه، خش بالراحه. وشكله عامل ازاي؟ تحسه جربان. دايما الذكور في الترانشولات بيكون شكلها وحش جدا. انزل يا بس كده يبقى فل قوي. لحد الان الموضوع تحت الكنترول، وان شاء الله المره الجايه يبقى الفيديو بتاع التزاوج، ان احنا ندخل الولد على البنت ويتجوزوا. ربنا يسهل في الموضوع ده، لان بصراحه لو باظت انا هزعل قوي. بصوا هنا الولد قاعد بيستكشف الانكلوجر الجديد بتاعه. هو حاسس بفرمونات النتايه جوه، وممكن يكون فاكرها جوه، فممكن ما استبعدش خالص ان هو يبدا يتاب ويستعد للتزاوج، رغم ان مفيش نتايه معاه اصلا. موضوع مبهر يا جماعه، مش عارف انتوا شايفين اصلا ولا لا. اما بالنسبه للبنوته فهي عملت اغبى حركه كنتش عاوز تعملها في الحياه. واقفه فوق في الانكلوجر، شايفين قاعده فين؟ هنا. حركه زباله قوي. علاج الموضوع ده فتحنا فتحه صغيره، ونبدا بالفرشه نزقها بحيث ترجع لورا. المشكله انها رخمه قوي. فين بنت الجزمه متعلقه فين؟ حاجه زفت، حاجه زباله. انزلي تحت. الله،
مش وقتك خالص يا جماعه. وهنا تنتهي حلقه النهارده لان الكهرباء قطعت عليا، وبصراحه لو طلعت مش هنزل تاني. حلقه النهارده تكون خلصت، ونكمل لكم ان شاء الله في جزء تاني بارت 2 ايا كان يعني هعمل ايه. ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين لتاني مره. ما تنساش تابعني على انستجرام وعلى تيك توك وعلى اي منصه هتلاقي اللينك بتاعها، هو لينك واحد هيدخلك على كل حاجه تحت في الديسكريبشن. بجد الموضوع رخم قوي.